تعالى بسرعه كده اديك نبذه عن الاداره عندنا ولجنه التخطيط اللي عندنا برضو. دلوقتي الاداره عايزه تتعاقد مع ايرس فيشر، بس فقط لا غير عشان هو سويسري. بس مش مهم خالص بقى ان كل خطط دفاعيه، مش مهم ان الراجل خسر 15 ماتش متتالي، مش مهم. اهم حاجه ان هو سويسري، زيه زي كولر، زيه زي فايلر. جبنا مدرب سويسري نجح وخلاص بقى انتهينا ماشيين على ايه؟ على طول الخط مع السويسريين. برضه نفس الكلام، جبنا وسام ابو علي نجح مع الاهلي، روح هيتعاقد لي مع اسد الحملاوي بسرعه. شوف هو لينو فلسطيني، مش مهم برضه نفس الجوده ونفس الكواليتي بتاع وسام، اهم حاجه ان هو بلديات، هاته. نفس التفكير، رحنا جبنا كهربا جبنا كهربا وجبنا امام عاشور من الزمالك. يا عم بسرعه بسرعه، روح هات لي بقى زيزو وروح هات لي بن شرقي وهات لي عربيه نقل وحمل من لعيبه الزمالك. لكن فين بقى تفكيرنا احنا؟ مفيش. عايشين بقى في دايره بنجيب منها. لجنه تخطيط برئاسه واحد عنده 180 سنه، اخره عن الكوره ايام لما كانت ابيض واسود فقط لا غير. احنا مركز 15 في الدوري ليه؟ في حاجه طول عمرنا كنا نسمع عنها اسمها روح الفانيلا الحمراء. مين دلوقتي قلبه على الفريق؟ هات لي لاعب قلبه على الفرقه اللي عندك، غير كله بيدور على الفلوس. هتزودوني عقدي امتى؟ انا عايز فلوس، انا عايز اجدد، انا هتنك عليكم واجدد بكذا. عم مروان عطيه اللي مجدد لسه مجدد من شهرين. لا، انا مش هجدد غير لما اخد 10 مليون. يا عم هي بص، يا اخي خلي عندكم دم. يعني انتوا المركز ده 15 في الدوري وكله بيتنك على التجديد. ما عادش زمان، خلاص ما فيش زي زمان حد بيلعب بروح الفانيلا الحمراء ويقول لك انا بلعب قلب وانا خايف على النادي، ومفيش الكلام ده. كله دلوقتي بيدور على الفلوس. طول ما انت ما بتصنعش لعيبه، طول ما انت هتشتري لعيبه، طول ما هم هيجوا يتنكوا علينا. من الاخر، هتجيب لي بقى من الزمالك معلش بس خلينا صراحه، اللي خلاه سابنا دي ليه؟ عشان الفلوس. هو مش جاي لك حبا في النادي بقى وحبا بروح الفانيلا الحمراء والراجل، جاي لك حبا في النادي. اي واحد منهم لو واحد اداله فلوس اكتر من عندنا هيسيبك ويمشي. من الاخر هيسيبك ويمشي. يا اخي ده انا اول مره في حياتي اشوف الاهلي بالقرف ده. يعني طول عمرنا بنشوف الاهلي بيلعب لاخر ثانيه. انا كنت بستنى الجون اللي هو في بلس 90، لكن انا دلوقتي بشوف 11 خشبه في الملعب. انا كده كده هقبض بالملايين، هتعب نفسي ليه وهجري ليه ما تولع. انا اول مره اشوف الاهلي معاه سكواد عالمي وبنروح الزفت اللي في الملعب دي. انا ما شفتش كده قبل كده. ولجنه التخطيط تقول لك ايه؟ احنا بنبني للمستقبل. يا اخي مستقبل ايه؟ بص